يا مساء الفل عليكم. هتكلم معاكم النهارده بعد فوز الزمالك بالدوري ال 15. طبعا الاهلاويه بيقولوا ان الفوز بالدوري ال 15 ده كان بالنسبه لهم سنه 78، يعني قبل انا ما اتولد وقبل ما كتير جدا يتولد. بس انا عايز اقول لكم على حاجه. انا عارف ان انتوا عندكم منه كتير، واخر دوري ال 45 اللي انتوا اخدتوه من بيراميدز السنه اللي فاتت بعد طبعا تغيير اللائحه اللي اتفصلت لكم ان المفروض الانسحاب بست نقط، لا انتوا ثلاث نقط بس واخدتوا الدوري. بس انا عايز اقول لك على حاجه. بما ان انت كده كده عندك منه كتير، 45 دوري، بتيجي في ماتش زي زد، طلائع الجيش، المحله، المقاولين، الجونه، لما بتتعادل تريزيجيه او بريزيدون زي انا ما بقول عليه، بتقطع التيشيرت وبتروح للجماهير والجماهير بتفرتك الدنيا ليه؟ ما انت عندك منه كتير. طب بتفرح بيه ليه؟ طب انت لغايه اخر نقطه انت بتصارع الزمالك عليه ليه؟ دي انا عايز افهمها. قول لي لما انت عندك منه كتير بتصارع على اخر نقطه ليه؟ وتفرح بالتعادلات ليه؟ الزمالك خد الدوري ال 15، ما تقول مبروك. لكن انت مش عايز تقول مبروك ليه؟ لان انت مش شايف في العالم غيرك. انا كاهلاوي انا مش شايف حد غيري. اي بطوله ناخدها. طب في نقطه، انت دلوقتي انت بقيت تالت الدوري، هتروح كونفدراليه، هتلعب مع البط الكيني ومع مع الحمير الاثيوبي ومع الخرفان التشيكي. انا عايز بس عايز افهم نقطه. انت زعلان ليه؟ ما هو ده مستواك. احنا هنجيب لك مستوى تاني منين؟ انا عارف حركة الطيارة في استاد القاهرة صعبة عليك، والانيل كمان بسبب زملكة الدولة. الطيارة كان لونها ابيض في احمر بخطين حمر. انا عارف ان ده صعب عليك شوية، بس فين الروح الرياضية؟ انتوا ليه حاطين في دماغكم انتوا كأهلوية ان في زملكة دولة؟ زملكة دولة من اي اتجاه؟ ده انا جيت وانا بشارك في البطوله دي الكونفدراليه او في دوري الابطال لما كنت بطلب تاجيل مباريات، انت زملكه الدوله بتقول لك لا مفيش تاجيل، مش قد البطوله ما تشاركش. في الوقت اللي كان الاهلي لما بيشارك كانوا بيقولوا ان ده نادي الدوله وده اللي بيمثل مصر ومفيش مشكله واجلوه، وكان بناء على كلام سيد عبد الحفيظ لما كان بيتاجل لك بال 12 ماتش. ولما بتيجي ان انت تلعب المؤجلات كان بيبقى السهل في السهل في الصعب، كان بيتقدم لك الدوري على طبق من ذهب. لكن انت بالنسبه لنا زملكه الدوله، وزعلان ان واحد زي ممدوح عباس يساعد الزمالك في نفس الوقت اللي ياسين منصور اللي غاب اكتر من 5 6 سنين شايل راتب مانويل جوزيه اللي كان يتخطى الكام الف دولار. انت كنت شايفه ان هو ده امر طبيعي ومحب للنادي الاهلي في الوقت اللي انت اصلا الاعلام كله معاك، انت كل القنوات تقريبا كلها معاك. وبعدين انت عمال تدور على شماعه وتقول لي مره زملكه ومره ممدوح وفا ومره كفر الشيخ. انا عايز افهم. انت ارسالك على بر. وبعدين ما تسمعش علاء صادق كتير. انت علاء صادق ده اصلا واحد كان نفع نفسه، انت عمال تسمع له وتردد اللي بيقوله وشايف ان هو كلامه مظبوط. بناء على ايه يا اهلاوي يا جميل؟ بناء على ايه؟ انت يا ابني انت ليه مش عايز تنزل على ارض الواقع وتقول ان انا مستوايا زفت، ان انا بجيب مدربين شرك، ان انا مضحوك عليا، ان انا واحد زي ريبيرو وزي كولر وزي وسام بن علي وزي رضا اسمه رضا سليم والناس دي، انا بدفع لها وكموش اخيرا انت بتدفع لها مرتباتها وهي قاعده في البيت وانتوا ساكتين سكتم بكتم. ولما تكلم واحد اهلاوي فيقول لك احنا معانا فلوس، معاك ايه يا جعان يا شحات؟ يقول لك انا معايا فلوس كمشجع اهلاوي. كنادي اهلي انت معاك، انت معاك عقود رعايه بالمليارات، بتدخل لك تالت دوري رابع دوري حتى لو انت هبطت. انت هي كده، هي مقسومه كده. والدليل على كده ان الزمالك في عزه وفي عز لعيبته وبياخد دوري وبيوصل لدوري ابطال وبياخد كونفدراليه. مفيش لاعب عنده بيعمل اعلان. انت بمجرد اللاعب ما بيتنقل عندك زي زيزو وزي امام عاشور وبيعمل الاعلانات الصبح. انا عايز افهم، يبقى زملك الدوله فين؟ وبعدين انت جاي تتكلم وتتنطط عليا، ده انت امام عاشور دايس على وشك. انت امام عاشور دايس على وشك. هو انت ناسي يا ابني ان امام عاشور ده راحت عليه نومه وانتوا قاعدين مستنيينه في المطار بالسيد سيد عبد الحفيظ بجلاله قدره قاعد مستنيه وامام يروح عليه نومه
ويعطل الطياره وما يروحش معاكم؟ انت يا ابني انت في غيبوبه، انت يا ابني انت ما بتشمش نفسك، انت يا ابني انت ما بتفهمش. هو انتوا مش عارفين؟ انتوا مش لاقيين حد يكلمكم؟ مش لاقيين حد يرد عليكم؟ ما تتبط يا حبيبي واسكت، ما تتبط يا بابا، وروح اختار لعيبه، مش كل لاعب يروح الزمالك عليه تروح تبوظ الصفقه. وبعدين انا بوجه كلامي دلوقتي للعيبه المحترمين ولاد الناس المحترمين اللي سبب في هبوط الاسماعيلي. انتوا فين؟ عماد النحاس وبيبو وبركات وسيد معوض واحمد فتحي، انتوا فين؟ انتوا فين من هبوط الاسماعيلي؟ ما انتوا السبب. ومحمد شوقي واسلام الشاطر بيه افندي اللي شغال في قناه النادي الاهلي، انتوا فين من هبوط الاسماعيلي؟ لكن احنا لما نتكلم ونقول حاجه زي دي يقول لك زملكه الدوله. الزملكه في ايه؟ الزملكه في ايه؟ انتوا ما بتشموش، انتوا فعلا انتوا ما بتشموش. لما تقول لي زملكه وينزل واحد زي احمد مجاهد هو بنفسه يتهايف مع شيكابالا ومش عايز ينزل زوجات اللعيبه واهاليهم، ولما شيكابالا يقول له يا اهلاوي يتوقف اكتر من 8 مباريات، تقول لي زملكه؟ لما امام عاشور يهتف ويقول لك انت اهلاوي لابس احمر ليه، انتوا مش عارف ايه ولا ايه، امام اللي دايس على وشكم، وتوقف 12 مباراه هو واحمد عيد وياسين مرعي اللي معاكم، انتوا فين؟ انتوا فين؟ وفي الاخر بتفضوا انديه المنافس من اللعيبه، واخرهم زيزو. وبرضه انتوا شايفين ده حق عادي، فلوسنا بفلوسنا نعمل، وانت شحات، انت ما انتش لاقي تاكل وتقولي بفلوسنا. واخيرا انا بوجه كلامي بقى للزغلول الكبير كابتن حسام حسن. انا عايز اقول له يا كابتن، انا واحد من الناس اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ما هتفرج على ماتشات للمنتخب طول ما انت مدير فني. والله 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 لو وصلنا لكاس العالم واخدنا كاس العالم ما هتفرج لك على مباريات، لا انت ولا المنتخب. انا حر، عشان ده منتخب الظلم، ده منتخب ما فيهوش عدل. لما يبقى الزمالك واخد الدوري واخد منه 3 لعيبه، وبيراميدز تاني الدوري واخد منه 3 لعيبه، والاهلي تالت الدوري وبيقدم اقذر مستوياته السنه دي واخد منه 8 لعيبه، من ضمنهم واحد زي محمد الشناوي قاعد في البيت ما بيلعبش وتاخده وتصمم عليه، واحد زي محمد عبد المنعم قاعد بقاله سنه كامله في النادي بتاعه وتصمم عليه، وتاخد واحد زي اخطاي اللي رصيده من الاهداف 4 اهداف، بمجرد ان بس قالك ان هو مضى للنادي الاهلي فتاخده معاك وتصمم عليه، يبقى انت ده مش منتخب عدل. يبقى المنتخب ده ما يشرفنيش ان انا اشجعه في كاس العالم. الكلمتين دول بس لحسام حسن، بقول له مبروك عليك المنتخب، ومبروك عليك اللعيبه اللي انت اخترتها، بس اقسم بالله العظيم لا انت منتخبي ولا انا يشرفني ان انا اشجع المنتخب ده طول ما حسام حسن المدير الفني اللي فيه. كلمتين بس كده، وسلام عليكم.